السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجمال والحلاوة دي. هنعمل مع بعض ايه يا منى؟ هنعمل مع بعض نواعم الأفران أو قرص الأفران الناعمة. حاجة كده بجد تستاهل بقكم، حاجة كده بجد عسل. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ هشة ومفرغة وجميلة ومسكرة، وحاجة كده بجد تحفة. من كيلو دقيق يا حبايبي هنعمل 50 قرصة. حاجة كده بجد عسل. زي ما انتوا شايفين كده مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا معايا. طبعا سموا الله وصلوا على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كوباية من السمن، كوبايتين من المية، ومعايا كيلو من الدقيق، ومعايا 4 معالق من السكر، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعايا يا حبايبي معلقة صغيرة من الملح. بس كده، هي دي مقاديرنا السهلة والبسيطة والسريعة. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، معايا طبق هنضيف فيه المية والسكر والخميرة والملح، وهنقلبهم زي ما انتوا شايفين كده بمضرب سلك بإيدك. بصراحة كده أنا بحب أشتغل بإيدي في كل حاجة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد كده يا حبايب قلبي هننزل السمن اللي معانا، وطبعا السمن تكون سايحة والمية تكون دافية معايا. وبعد كده هننزل بالدقيق. بس كده. عايزة أقول لكم الدقيق بيختلف من نوع للتاني. يعني أنا هنا مستخدمة كيلو من الدقيق. حسيت إن العجينة كده ملزقة في إيدي. طبعا ايه، انتوا ما تحطوش كوبايتين المية في الاول. حطوا كوبايتين الا ربع كده، او كوباية ونص، وخلوا ايه نص كوباية للاخر. انا هنا حطيت الكوبايتين مع بعض، فعلشان كده هزود معلقتين كبار كده من الدقيق. انت علشان ما توصليش للمرحلة دي، انت ممكن يعني تسيبي نص كوباية المية قبل كده، يعني تسيبيها شوية لحد لما تخلصي عجن. لو احتاجت تحطيها، مش يعني ما احتاجتش خلاص ما فيش اي مشكلة خالص. بعد كده يا حبايبي هنلم العجينة لحد ما الطبق بتاعنا ينضف معانا كده ويكون زي الفل. شايفين جمال وسهولة وحلاوة مفيش بعد كده. عايزة اقول لكم نواعم الافران دي من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا بنعشقها كلنا. يعني احنا بصراحة ما بنستغناش عنها. عايزة اقول لكم وصلت ل50 جنيه الكيلو، او 60 كمان. يعني اخر مرة كنت شاريها كانت ب50 جنيه. طب ليه احنا نشتري كيلو ب50 جنيه واحنا ممكن نعمل 2 كيلو من حاجة بسيطة خالص؟ يعني الكيلو اللي هو كيلو دي عمل لي ما شاء الله الكمية اللي انتوا شفتوها دي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله بجد. يعني عجبت البنات هنا في البيت، وبجد طعمها جميل ومسكرة كده وحلوة وزي العسل. بعد ما عجنت العجينة خلاص يا حبايبي وبقت بالجمال والحلاوة دي، طبعا مش هسيبها تختمر ولا اي حاجة، كله سريع سريع كده. مع منى يعني بساطة وحاجات سهلة وبسيطة وتكون عندك في البيت، يعني مش هتطلعي بره ولا أي حاجة. هنقطع العجينة كده قطعتين، وبعد كده ايه هنفردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ليه يا منى؟ وهنغطيها طبعا بكيسة. بصوا حبايبي أنا هشتغل على طول وهقول لكم هعمل ايه في الآخر. تمام كده؟ زي ما انتوا شايفين كده انا سبتها مدة 10 دقايق. وبعد كده بأي سكينة بقى بإيدك بأي حاجة عندك قطعي. كان عندي القطاعة اللي هي بتاعة البيتزا دي، حبيت ان انا ايه اقطع بيها اللهم صل على سيدنا محمد، اقطع بيها العجينة. بصوا يعني انا هقول لكم بصراحة كده انا من الناس اللي ما بتحبش الحاجات البسيطة. يعني ازاي يعني؟ بحب وانا بعمل الحاجة بحس ان هي يعني ايه صغيرة، فازود شوية. انتوا لو حابينها صغيرة كده وتكون كلها شكل بعضيها، قللوا الكورة. فاهمين؟ يعني انا كنت ناوية والله العظيم اعمل لكم، يعني هي كانت على التقطيعة بتاعتي كان ممكن اعمل 60 قرصة. بس انا علشان تقطيعتي كبيرة شوية فهي طلعت معايا 50. تمام كده يا حبايبي؟ فانتوا ايه قطعوها زي ما انتوا عايزين. حبيت اقول لكم بس على المعلومة دي علشان تعرفوا ان انا، يعني انا كان نفسي والله كلها تطلع كده صغنططة كده وحلوة، بس بصراحة طلعت معايا كبيرة شوية. فعادي مفيش اي مشكلة، اهم حاجة ايه؟ الطعم. وانتوا عارفين ام ندى بتحب البساطة وبتحب كل حاجة حلوة، وما بحبش اخبي عليكم حاجة بصراحة. انتوا لو عاوزينها صغيرة زي ما بتشتروها من الافران، على فكرة في الافران في كبير وفي صغير. بس انتوا لو حابين يعني تكون صغيرة، يعني صغروا القطعة اللي انتوا بتعملوها. حابينها كبيرة زي ما انا عاملاها، انت براحتك خالص. بس اهم حاجة يا حبايبي يكون ايه كل القطع كده شبه بعضيها. في ناس بتحب تعمل بالميزان. انا بصراحة ما عنديش ميزان، بس انت عينك ميزانك، فاهمة؟ عينك ميزانك.
يعني بكده تشوفي الحاجة كده تكون شبه بعضيها، انت بتقدري يعني الحاجة اللي في ايدك. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة اقول لكم مقاديرها سهلة وبسيطة خالص، يعني من غير لبن من غير اي حاجة. انت حابة تكون القيمة الغذائية بتاعتها عالية شوية، انت ممكن تحطي كوباية لبن وكوباية مية. تمام كده. مش عايزة تحطي مية براحتك، برضو عايزة تحطي الاتنين لبن براحتك، بس عايزة اقولك ان المية بتظبط اي حاجة. بصراحة يعني المية جميلة وبتظبط اي حاجة، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هنبدأ نكور كل الكور بالشكل ده. طبعا انتوا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش طبعا اللايك والمتابعة، جزاكم الله كل خير. ما تنسوش يا حبايبي، لو انتوا لسه اول مرة تشوفوني، انا منى ودي قناتي مطبخ ومنى وجنى. اتمنى تدعموني باللايك والاشتراك، جزاكم الله كل خير، وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم مني كل جديد. طبعا زي ما انتم متعودين معايا، هسيب لكم مقادير القرص في صندوق الوصف. واللي مش عارف يا حبايبي، صندوق الوصف بيكون سهم تحت يعني جنب عنوان الفيديو، اضغطوا عليه هتلاقوا الفيديوهات اللي انا حطها لكم على علامة الاي فوق، وهتلاقوا المقادير في الصندوق ده. اتمنى طبعا تجربوا الوصفات بتاعتي، وبشكر كل حد شكر لي في وصفة جربها، يعني بجد انا يعني بفرح جدا لما الوصفة تنجح معاكم. انتوا عارفين ان احنا في غلا يعني وكده، والحمد لله رب العالمين، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين قطعنا القرص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدأ ان انا افردها، يعني يا دوب فردة صغيرة كده. يعني مش تبططيها جامد، يا دوب ضغطة صغيرة كده. وبعد كده في صاج في صينية اللي متوفر عندك حط فيه. الصاج ده بتاع الفرن الكهرباء بتاعي، فحبيت ان انا اعمل فيه علشان ان شاء الله هسويها في الفرن الكهرباء النهارده. الفرن بتاع البوتاجاز بتاعي عطلان شوية، اي حاجة موجودة هنأدي بها الغرض يعني. بس كده يا حبايبي، طريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت. عايزة اقولك والله العظيم ما اخدتش وقت، حتى وهي بتختمر ما شاء الله تبارك الله اختمرت معايا بسرعة. عملتها في ثواني. يعني لو انتي حابة تعملي اي حاجة كده للفطار، انتوا عارفين ان الشتا يا حبايبي بحب المعجنات وبحب البسكوت وبحب القرص والحاجات الحلوة دي. وطبعا انا مبسوطة جدا جدا ان البسكوت اللي انا عملته عجب ناس كتير، ويعني بجد فرحانة، وبجد فرحانة ان الشيف نادية عجبها البسكوت بتاعي. كنت نزلته عندها على الجروب وشكرت لي فيه وقالت لي تسلم ايدك، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدكم يا رب يا حبايبي. بصوا الجمال والحلاوة ما شاء الله تبارك الله، عملت لي 50 قرصة. بجد حاجة كده جميلة. وعايزة اقول لكم ان هي كانت في الوقت ده بتختمر، بجد تحفة. يعني سخنت الفرن على درجة حرارة 200، وهبدأ ان انا احطها كده في الفرن. شايفين الجمال والحلاوة ما شاء الله تبارك الله. تعالوا يا حبايبي اوريكم شكلها في الفرن عامل ازاي. انا كنت طلعت ستوك ده وقلت اصور لكم الصينية وهي في الفرن. بصوا يعني مرتفعة عاملة ازاي ما شاء الله تبارك الله. هنا ده كان الصاج الاولاني طلعته. انا عندي الفرن كان الاول بيطلع لي كل حاجه شبه بعضيها، دلوقتي عاد من الجنب تكون بيضه ومن النص تكون حمرا زي ما انتوا شايفين كده. بس الحمد لله رب العالمين ان هي طلعت بالسلام. بصوا الجمال ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان الصينيه دي انا حبيت ان انا احمرها شويه. عندي جوزي هنا بيحب الحاجه تكون محمصه شويه. وهنا القرص ما شاء الله تبارك الله طريه وجميله وتحفه. هوريكم بقى شكلها عامل ازاي. حاجه كده بجد عسل، تستاهل ان انتوا تجربوها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايه رايكم في الجمال ده يا حبايب قلبي؟ ما شاء الله. شوف عملنا الكميه، يعني الكميه دي من كيلو دقيق. انتوا متخيلين؟ ما شاء الله تبارك الله. يعني عايزة اقول لكم يعني تقريبا كده تيجي لها 2 كيلو 2 كيلو وشوية، يعني ما شاء الله هي كبيرة، كمية كبيرة. بصوا بقى الجمال والحلاوة من جوه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين الجمال والحلاوة؟ ايه الجمال والحلاوة دي يا منى؟ بجد يا حبايبي اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش يعني دعوة حلوة كده من قلبكم. يا رب يصلح حالنا واحوالكم واحوال المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اتمنى يا حبايبي النهارده ان الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم، وكونوا استفدتم منه ولو بجزء بسيط. واتمنى طبعا لو انتوا هتجربوا الوصفه تكتبوا لي تحت في الكومنتات انها عجبتكم، او تكتبوا لي تعليق حلو علشان استمر معاكم بتنزيل الوصفات
وتدعموني طبعا زي ما انتوا عارفين، يعني ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. بصوا يا حبايبي، شايفين ما شاء الله تبارك الله، يعني من جمالها مش عايزة اقفل الفيديو بصراحة. ايه رأيكم من جوه عاملة ازاي؟ حاجة كده بجد جميلة وتستاهل ان انتوا تجربوها. اتمنى بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.